ازيك يا دكتور حسام؟ اهلا بيك. الفترة الأخيرة جالنا أسئلة كتيرة جدا عن مرض بهجت. أهم الأسئلة اللي جات لنا ومتكررة كتير: أول سؤال: هل قرح الفم كافية لتشخيص مرض بهجت؟ هي ركن مهم جدا لتشخيص مرض بهجت او متلازمه بهشت. كل دي اسامي مختلفه وهي لها شكل معين. اولا لازم تكون متكرره، يعني حصلت اكتر من مره. اتنين لازم تبقى مؤلمه. تلاتة لازم تبقى في كل منطقه في الفم، مش بس في الشفايف، كمان في اللسان، في الخد من جوه، في سقف الحلق. وبيبقى لها شكل معين، بتبقى الحواف بتاعتها حمراء جامد جدا والقاع بتاعها بيبقى ابيض. وكمان نفس القرح دي ممكن تحصل في الاعضاء التناسليه للرجال او السيدات. تمام. السؤال التاني: هل مرض بهجت ممكن يأثر على أجهزة أخرى زي الجلد، الأوعية الدموية، القلب، الأعصاب، البصر؟ هو الحقيقه متلازمه بهجت هو التهاب في الاوعيه الدمويه، وبالتالي هو ممكن ياثر على اجهزه الجسم كتيره جدا. المشهورين: الجلد فيأخر التئام الجروح، القولون فيعمل نوبات من الإسهال المزمن في بعض الأحيان، طبعا المفاصل فيعمل ألم في المفاصل سواء المفاصل الطرفية أو المفاصل المركزية بتاعة العمود الفقري. ممكن كمان يؤثر على الأعصاب ويؤثر على الأوردة والشرايين، يعمل فيها تمدد أو يعمل فيها جلطات متكررة. وأشهر حاجة الالتهاب القزحي بتاع العين، وده بنشوفه كتير أوي الفترة الأخيرة، والتهاب طبعا في الأعصاب. تمام. السؤال التالت: هل العلاج بيقلل من فرص حدوث مضاعفات للمرض؟ بالتأكيد. التشخيص المبكر والذهاب إلى دكتور روماتيزم ومناعة علشان يبتدي العلاج بدري بيقلل جدا من مضاعفات المرض وانه يمتد للحاجات المهمه، لان غالبيه المرضى في الحقيقه بيبقى عندهم موضوع القرح هو الاساس، وتاخر التئام جروح وحاجات زي كده وشويه الام في المفاصل. فلما بيجوا لنا بدري بنمنع باذن الله سبحانه وتعالى بالادويه الجديده وبالخطط العلاجيه الجديده انه يمتد لاجهزه الجسم المهمه زي العين والاعصاب والاوعيه الدمويه والقولون. تمام يا دكتور.